السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل اكله جامده جدا. اكله الشتاء المفضله هي المفتقه او الحلبه المعقوده، زي اي بلد بقى ما بتسميها زي ما انتوا عايزين، يعني سموها. الاكله الجميله اللي كلها حديد وحلوه قوي لاي حد عنده انيميا، ومفيده ومغذيه وجميله جدا، ونقدر نديها لاطفالنا. مفيدة جدا في الشتاء ده والبرد. وكل عام وانتم بخير يا رب، وعام سعيد علينا جميعا يا رب، وكل واحد يحقق فيه اللي هو بيتمناه يا رب. معايا بقى ايه؟ معايا 2 كيلو عسل اسود، ومعايا كوباية من الحلبة المحوجة او الحلبة اللي هي المطحونة، يعني الصفرة دي. ومعايا بقى التحويجة الخطيرة بتاعة الحلبة بتاعتي انا اللي عاملاها. عبارة عن معلقتين من اليانسون، معلقة كركم، معلقة شمر، معلقة كراوية. الأول سخنتهم في طاسة، وبعد كده ضربتهم في المطحنة بتاعتي، وأخدت منهم 4 معالق على المكونات بتاعتي. دي الحلبة بتاعتي المطحونة، هنزل بيها على العسل بتاعي وأقلبها. هنزل بالكمية بتاعتي كلها على العسل. معايا حبايبي كمان كوباية من السوداني، كوباية من السمسم، كوباية زيت، كوباية الا ربع من الدقيق، ومعايا نص ليمونة بس انا نسيت اوريهولكوا يعني في الاول. دي الطاسة بتاعتي. هاخد السوداني والسمسم، هو متحمص يعني وحلو، بس انا عايزة اسخنه قبل ما احطه على الوصفة بتاعتي. هنزل بالسوداني. دي الحلة بتاعتي اللي هعمل فيها الوصفة. هنزل بكوباية الزيت بتاعتي واسيبه يسخن شوية. ده السوداني اهو يا حبايبي على النار، سايباه يسخن برضو معايا عشان ما يبقاش طري كده ومش لذيذ يعني. ده السمسم بتاعي برضو. انا الطاسه بتاعتي كبيره شويه فنزلت بكوبايتين. دي الكوبايه الا ربع دقيق، هنزل بيها على الزيت واحاول اقلب كويس بقى. انا هنا يا حبايبي قلبت اهو، هفضل اقلب بقى باستمرار كاني بعمل بشاميل. انا عايزه الدقيق بتاعتي كده ريحته تطلع ويبقى لونه كده ذهبي فاتح. انا سايبه السوداني والسمسم ياخد تحميصه شويه. هنا خلاص اهو هنزل بيهم على الدقيق والزيت. نخلي بالنا ونقلب على طول باستمرار يا حبايبي عشان خاطر ما يكلكعش مننا. اهو بعد ما قلبت، دي التحويجه بتاعتي اللي انا عاملاها، اللي هي سر بقى الوصفه الجميله دي. هنا قلبت كل المكونات. معايا العسل بتاعي اللي سبته مع الحلبة المطحونة. هنزل بقى بالمكونات كلها على بعض. احاول احط شوية عشان ما يفرش مني، وانزل بباقي الكمية. خلي بالنا يا حبايبي، نسيت اقول لكم في الاول ان الحلة بتاعتي ما ينفعش تكون ألمونيوم وما ينفعش تكون جرانيت، علشان خاطر انا بقلب كتير ما تتجرحش مني. هنا يا حبايبي اهو، بعد ما نزلت بالعسل بتاعي وقلبته كويس اهو بدأ يغلي. اول ما يبدأ يغلي ههدي النار شوية. شايفين شكلها تحفة تحفة والله، ولا الريحة بقى ما اقولكوش. لازم اقلب باستمرار في اتجاه واحد عشان ما تكلكعش مني. يا ريت بقى كل واحد يعني كده يعمل كمية ويوزع منها بقى، يدي حبايبه ويدي اصدقائه وصحابه ومعارفه. اجمل هدية بمناسبة بقى ايه رأس السنة الجديدة، وان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا يا رب، ويختفي
البلاء والمرض ده يا رب، امين يا رب العالمين. هنا حبايبي اهو بعد 5 دقايق هبدأ بقى اعصر نص الليمونة ده كمادة حافظة. ممكن احط برضو نص معلقة صغيرة من ملح الليمون زي ما تحبي. بصوا حبايبي الريم اللي على الجنب ده انا عايزاه يختفي. اول ما يختفي يبقى هي كده جاهزة ومية مية. انا بوريكم كل شوية شكلها. بصوا شكلها تحفة ازاي. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بصوا حبايبي انا كده خلاص خلصتها وبقت تمام وتحفة قوي. مش عايزاها تقيلة ومش عايزاها خفيفة، هي كده وسط ومية مية يعني. يا رب تعجبكم. متنسوش تعملوا